انا مش عارف هموت امتى، بس انا عايز اموت على طاعه. طيب يبقى خليك على طاعه، بس انا برضو انسان وممكن اغلط وممكن اقع في معصيه. طب بالله عليك لو وقعت في معصيه الحق وتوب الى الله، وما تؤجلش ولا تسوي في التوبه، الحق توب في لحظه. فتاة في يوم من الايام ربنا اكرمها وجالها زوج صالح، وكان يعني ان شاء الله خلاص يوم زفافها، وجابوا لها اخت وفيره عشان تزينها، وقدر ربنا سبحانه وتعالى جه اذن عليها صلاه المغرب، لازم اتوضى واصلي. قالوا لها ازاي هتهد المكياج؟ ههد المكياج وهد الفستان وكل حاجه، المهم ان انا اسجد بين يدي ربي سبحانه وتعالى. وفي اخر ركعه من صلاه المغرب واذا بها قد فاضت روحها الى بارئها جل جلاله. وبدلا من أن تلبس فستان زفافها لبست أكفانها، وبدلا من أن تبيت في حضن زوجها باتت في قبرها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انسى، حط أنفك وجبهتك في التراب وقول له سبحان ربي الأعلى، ماليش غيرك، اغفر لي وارحمني وتب عليا، ارزقني حسن الخاتمة، نجيني من سوء الخاتمة، ذل نفسك. وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه